مساء الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. خياتي ما تنسوش الاشتراك في القناة باش تكبر عائلتنا ونجيبوا لكم قصص حصرية من الواقع الجزائري. قبل ما نبداو صلوا على محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تقول صاحبة القصة: انا نسرين من ولاية سطيف، عمري 30 سنة، وراح نحكي لكم قصتي اللي وصلتني لزنقة الهبال. قصتي بدات كي كنت صغيرة، وين كنت نعيش مع دارنا يما وبابا، ربي يحفظهم، وزوج خياتي فلة وياسمين صغار عليا. كنت أنا الكبيرة تاع الدار اللي رفدت المسؤولية، والحمد لله بابا كان موفرنا كل شيء. مما نكذبش عليكم، كان محافظ بزاف، يعني الدخلات والخرجات قاطعهم علينا غير معاه. ويما مسكينة تظل في الدار غير مع الشغل وطياب. بصح واش ندير، هذه هي عقليته. وحنا كنا من القراية للدار. المهم نشفى نهار وصلت لليسي، كنت بزاف فرحانة وحسيت روحي كبرت. ويما كانت ديما توصيني وتقول لي: شوفي يا بنتي، اتهلاي في قرايتك والسمعة تاعك، راكي على بالك ما عندكش خوك يحامي عليك ولا يعزك، بصح باباك راه في كتافك، المهم حمري له وجهه وقراي ونجحي. وانا كنت نقول لها: ان شاء الله يا يما نقرا وننجح ونرجع لكم خيركم. بصح يا يما والله ما نكذب عليك، كيف راكي مستحملة تقعدي في الدار وما تخرجيش من العام للعام؟ يما طرطقت بالبكا وبدات تحكي لي وقالت لي: شوفي يا بنتي، القلب لحمة وما كاش اللي ما يحش في هذه الدنيا، بصح كاين وين لازم نصبروا باش نعيشوا، ولازم نسمحوا من حقنا باش نصنعوا السعادة في الدار. وهذا الشيء اللي صرا معايا. انا باباك يا بنتي كي ديتو كان مقطوع من شجرة، ما يجوا عنده الناس ما يروح ليهم، حتى انا وحرمني من دارنا، كنت ما نشوفهمش من العام للعام، وكي يجوني ما يحبش، وهكاك وصبرت. وقلت راني ببناتي ما عندي ما ندير، واذا بيه على الخرجة راني قاعدة في الدار. على هكاك اللي وصيتك على قرايتك، وقلت لك بالك يا بنتي مولد الحرام، على خاطر باباك يسمع غلطة برك تعرفي واش يدير، يحبسك ديركت في الدار. سمح نقطها وقلت لها: ما تخافيش يا يما، والله ندير المحال باش نقرا ونخدم ونرجع لك خيرك ونفرحك. المهم بدت حياتي مع الليسي، وين كنت نقرا سنة أولى علمي، وطحت في كلاسة ما نعرف فيها حتى واحد. وبشوية بشوية درت صحابات نروح ونولي معاهم. ونهار بنهار كنت نشوف في واحد طفل واسمه كريم يقرا معايا، كان ديما يخزر فيا خزرة تاع إعجاب. وما نكذبش عليكم، مام أنا كان يعجبني بزاف، إنسان عاقل ويحب يقرأ. وكان باش يهدر معايا يسي كيفاش زعما يسقسيني على العفايس تاع قراية، وموراها ولينا نهضروا، ووقت الفطور نقعدوا كيف كيف. حتى جا نهار وين قال لي: كريم، نسرين، على بالك بلي تعجبيني بزاف، وديري في بالك من هذا النهار حتى نكبروا نتمنى تكوني مرتي على سنة الله ورسوله. وانا في هذه الامور ما نتمسخرش، على بالي رانا صغار، من ان شاء الله تدوم عشرتنا ويجي نهار وين تدخل عروسه لداري. انا ثم طرت من الفرحه وقعدت نقول في قلبي غير امين امين. تقدروا تقولوا بدينا نعيش قصه حب كيف كيف في ايام المراهقه. وصح حبيت كاري من قلبي وعشقته، وهو ثاني حبني. كانت بينتنا عشرة طويلة، وتلمو كنت نخاف من بابه واحد ما فاق بيا. حتى وصلت للباك وين كنت نقول لازم نجيبه باش يجي كريم يحط يدو عليا ونتهنى. جا عام تاع الباك وين يما زادت العسة عليا وتظل مورايا باش نقرا ونجيب الباك. وانا ثاني كنت نقرا غير باش نجيبه ويجي كريم لدارنا باش يخطبني. المهم كي وصل الفصل الثالث تاع الباك ضمونديت من عند بابا التليفون باش ندخل للانترنت ونقرا شويه. ولقيت له السبه بليكور اللي كان ما يخلينيش نديرهم. وين قلت له: شوف يا بابا، القرايه تاع دوكا بزاف صعيبه، وانا لازم نعاون روحي بتليفون، وعلى هذا لازم تشري لي واحد. نطق وقال لي: إيه اللي يحب يقرا يقرا بلا تليفون، وزيد ياك تفهمنا، قلنا التليفون حتى للجامعه، منين خرجتي لي بهاد الخرجه؟ بديت نبكي وقلت له: انا هكا كيفاش حبيتوني نقرا؟ لا ليكور نديرهم وحتى التليفون لا، منين نجيب لي سوجي باش نحلهم؟ وكل شي ولا بالانترنت. دوك شوف رجع التسجيل وبالانترنت ما راناش كيما بكري. قال لي: خلاص اسكتي، غدوه نجيب لك هذا التليفون وان شاء الله برك تقراي. جاب لي بابا التليفون وكنت بزاف فرحانه. والحاجه الاولى اللي درتها فتحت الفيسبوك اللي كنت مخلوعه به، اول مره يكون عندي. ونهار بالنهار وليت نبعث لي ميساج لكريم متخبيه على بابا اللي كان داير في باله دايراتو غير على القرايه. ونسيت باش نقول لكم انه يما كان على بالها بحكايه كريم،
وقلت لها راه ناوي الحلال، وهضر معاها خطره في التليفون وفرحت بزاف. مي قالت لي اسكتي وبالك يسمع باباك حتى تجيبي الباك ويجوا للدار. جازو يامات حتى بقالو واحد شهر وين كان يحضر لي المكتوب. صدمة كبيرة. بابا راح يخدم كالعادة وما فاتوش زوج سوايع حتى يما تسمع تليفونها يصوني، وغير رفدت عيطت واحد العيطة ما ننساهاش، مازال صوتها في وذني اليوم. قالوا لها دايم ربي بابا دار اكسيدو مع صحابه وين مات ربي يرحمه. وفي الجنازة تاع بابا كنت خلاص ماشي في هاد الدنيا كامل، والناس غير تصبر فيا ويقولوا لي نسرين شويه كوراج، عندك الباك هاد العام ولازم تجيبيه باش تفرحي باباك في قبره. فاتو يامات كحول عليا وما قدرش نتخطى موت بابا. يما قريب هبلت على فرق بابا. بعدها جا نهار اللي نجوز فيه الباك، وكما كان الحال درت الكوراج وجوزته، وانا نشوف غير في تصويرة بابا ربي يرحمه. وما كانش حاجة سهلة باش نروح نجوز، بصح الحمد لله كريم وقف معايا حتى الدقيقة الأخرى. وجا نهار اللي رجعوا لنا النتائج والحمد لله جبته. يما ما تصوروش شحال فرحت وين راحت تجري لقبر بابا وقاعدة تحكي معاه وتقول له الرشيد بنتك جابت الباك، الرشيد تعبك ما راحش خسارة وغير رقد مهني، راهم أمانة في رقبتي. بكات وبكات وفرغت قلبها وعاودت جات للدار. مام كريم هو ثاني جاب الباك، وثم قال لي والله يا نسرين مانيش فرحان بالباك قد ما راني فرحان كي رايح نجي نحط اليد عليك، واليوم رايح نهدر مع يما عليك ونديرو نهار ونجو وان شاء الله فيها خير. فرحت بزاف، بصح يا خياتي ما كانتش سهله كيما سهلناها حنا. راح كريم يهدر مع يماه وين قال لها يما حبيت نقول لك حاجه. قالت له غير الخير يا وليدي راني نسمع. قال لها نسرين اللي تقرا معانا اللي موالفه تشوفيها في الليسي معايا. قالت له ايه نعرفها يا وليدي واش بيها غير الخير. قال لها راني حاب نخطبها ونحط يدي عليها، بنت فاميليا وعاقله وتعجبني. وكريم مازال ما كملش كامل هدرته حتى تقلبت الدار بالعياط وتقول له شوف غير هذه اللي ما تديهاش، وراك على بالك باللي ملي كنت صغير وانا نقول لخالتك دنيا الكريم وكريم الدنيا هي اللي تليق بيك. قعد كريم مشوكي ومصدوم وين دخل معاها في نقاش طويل، بكى وحاول يقنعها، بصح يماه كانت كالحجرة ما تبدلش رايها كامل، سورتو مع اللي كانت متسلطة بزاف. وكريم دار المستحيل باش يقنعها، مي هي وصلت وين دارت روحها مريضة وتغاشات ولحقت للسبيطار. وثم قالتلو انا راني عندي مدة ملي هدرت مع خالتك على دنيا وانت راك تمرض فيا، حبيت تقتلني وش خصها دنيا الزين وش طارة ولا بس عليهم، وانا غير كلمتي اللي ما تتكسرش، ولا ما راني يماك ما راك وليدي. هنا خلاص كريم ما عندوش حل، وانا في دارنا كنت نستناه باش يعيط لي ويقول لي على نهار اللي يجو فيه. ما درتش كامل في بالي يماه ما تقبلش. عيط لي وقال لي وهو يبكي نسرين اسمحي لي ما كاش المكتوب بيناتنا، وكبه في وجهي. انا سكت وتجمدت في بلاصتي وحسيت الدنيا كامل سكتت معايا. ومورها بيومين لحقني الخبر اللي قتلني للمرة الثانية. كريم خطب بنت خالته ودار لها بغرضها ليماه. هنا شعلت نار الحقد في قلبي ورجعت نشوف الدنيا مرة. جريت عند يما وبكيت في حجرها بالشهقة حتى ولات تقول لي شوفي يا بنتي في هذه الدنيا كل شي بالمكتوب، ومكتوب حد ما يدي حد، الله غالب. ما دام وقفت له يمه في طريقه كيما كتبش ربي خير، هذه باينه لو كان داك تاكل لك راسك، ربي بغاك يا بنتي ما تبكيش. بكيت وبكيت حتى رقدت. وفاتوا عوام وكريم ما حبش يروح من بالي، وشحال من مره نسيت نعيطلو بصح هو ما يرفدش، حتى ولا بدل النيميرو تاعو كامل. وانا كنت متيقنه انه كريم مازال يحبني، بصح واش ندير الوقت راه يجوز وانا راني ضايعه بلا بيه. المهم فاتوا شهور وين سمعت باللي كريم مازال العرسو سمانه. كانت جارتهم صاحبتي وهي اللي تجيب لي كامل خباراته. حسيت كشغل واحد غرس موس في قلبي، ومن الحقد ما وليتش نسرين القديمة العاقلة. رجعت لي يقول لي كلمة نرجع له 10، باسكو الدنيا ضربتني وحكرتني وبداو يجوني أفكار تاع انتقام. خطرات كنت نستغفر ونقول لازم نحي هذا التخمام من راسي، بصح نعاود نولي ونقول غير كريم اللي ما لازمش يروح لي هكاك. وجا نهار تاع العرس وين ديسيديت نروح وندير له تبهديله في العرس ونخسرها له،
بس كنت حرقت في قلبي وبكيت بزاف. شت روحي في المراية وبديت نهدر مع روحي، بصح علاه نروح؟ كي نروح وش يتبدل؟ اوه، لازم نروح باش يعرف باللي ما زلت هنا ومازالني نحبه وجامي نسمح فيه. وكما كان الحال لبست كحل في كحل، حتى كحالة الدنيا في وجهي، واستنيت الفرصة باش نروح. وثم كتبت على يما وقلت لها نروح عند صاحبتي نحي على خاطري شوية. وهي مسكينة امنتني وقالت لي روحي يا بنتي تنحي على خاطرك شوية، على بالي فوتي ايامات صعب، بصح والله ربي راح يعوضك مع خير. وانا غير قاعده نقول في قلبي ايه يا يما، والله ما نبرى، انا نعرف روحي، واللي غلط معايا والله يخلص، على خاطر مشيت بالنيه. وكما كان الحال رفدت روحي ورحت، وانا قلبي يترعد. دخلت لاصال وسط صغاريت والغنى، وجوست كي خرج كريم مع مرته باش يدخلها، وقفت وبديت نعيط ونقول يا ناس، هذا الراجل كان وعدني بالزواج بصح خان الوعد. علاش يا كريم؟ علاش هكا؟ على بالك بلي شحال كنت نحبك وانت كنت تحبني، وذوك تزوجت وخليتني، والله ما نسمح لك يا كريم، والله ما نسمح لك. قعدت نعيط ونبكي، والناس كامل تخلعوا، والعروسه رجعت حمراء، وكريم جمد في بلاصتو وتعمروا عينيه بدموع وما لقى واش يدير. جاو الناس وخرجوني بالعقل، ويمة كريم غير تعيط، وانا قلبي محروق كي الجمر. كملوا العرس، وبنت خالته الكريم ما دارت والو، باسكو كان على بالها باللي كريم يحبني وكان ناويني الحلال، وهي حطت عينيها فيه من صغرها. بعدها انا وليت للدار ووجهي مقلب، وبيتها كي المهبولة نخمم غير في كريم. جازو شهور من التخمام والقنطة، وجا نهار وين كنت نقلب في الفيسبوك ونكونيكتي، ثم خممت نفتح كونت باسم جديد، وين بعث طلب صداقة لدنيا مرت كريم، وتالمو كانت تخدم الكاطو، قبلت طلب الصداقة تاعي وبعثت لها ميساج وقلت لها سلام دنيا وش راكي؟ قالت لي سلام، شكون معايا؟ قلت لها معاك فدوى، حبيت نسقسيك على واحد لاغوسات تاع الكاطو اذا تمديها لي. قالت لي ما كاش مشكل دوك نبعثها لك. ومن هنا بدات المحادثات ورجعنا صحابات، هذه تسقسي على الاخرى، وانا الهدف تاعي غير نقرعج على كريم على خاطر ما كنتش قادره ننساه. وبشويه بشويه ولات تحكي لي على حياتها وتقول لي سبحان الله دخلتي قلبي، وكي نفرق قلبي معاك نرتاح. ورجعت تحكي لي على مشاكلها مع حجوزتها اللي هي خالتها، وكانت تقول لي على كل كبيره وصغيره. وكي دارت فيا لامان رجعت تهدر لي على كريم وتقول لي والله كرهت معاه ديما غايس، وملي تزوجنا جامي قال لي كلمه حلوه، حتى نهار العرس كان كي الحجره. هنا حسيت قلبي يتعصر، وقلت كريم مازال يحبني، والحب اللي بيناتنا محال يموت. كنت نحب لواحد الدرجة ما تصوروهاش. زادوا فاتوا شهور وين كل مرة تحكي لي على مشاكلها، وزدت أكدت باللي كريم مازال يحبني. وين درت الكوراج وبعثت له ميساج في الفيسبوك بفيسبوكي القديم، وما تامنوش رجع لي. والحاجة الأولى اللي قالها لي نسرين والله ما رحتي من بالي ولا نهار، وما زالوا قلبي عندك. انا ثم تنفست وحسيت كشغل تولدت من داره وجديد، وين وليت نهضر معاه وديما نبعث له لي ميساج. هو ثاني، والحق وين قال لي ما نقدرش نعيش بلا بيك، وهذا اللي خلانا نتزوجوا في السر. كريم تزوج بيا مور زواجه ب3 سنين، كما قلت لكم في السر. كانت برك يما وخياتي اللي على بالهم. يما سيات كيفاش تقول لي لا لا، بصح انا ديت القرار تاعي وما حبيتش نولي للور، وقلت لها لو كان ما تقبليش ندير حاجه في روحي، راني انا نحب كريم ومحال نخليه. المهم تزوجنا في السر وعشنا حياتنا بين الفرحه والخوف، وما كانش عرس وما كانش زغاريت، غير ورقه كتبها امام تاع الجامع وزوج شهود. ومن هذاك النهار وليت زوجه مخفيه، نعيش الحب بصح في ظلام. مام هو صراحه كان خايف ويقول لي شوفي نسرين، انا صح ما قدرش نعيش بلا بيك، بصح ماذا بيا واحد ما يسمع بزواجنا، على خاطر لو كانت تسمع يما ودنيا يصراو مشاكل كبار. وانا تلمو نحبه كنت غير نقول له ايه، المهم رانا كيف كيف. ومن جهتها مرته كانت مازال تحكي لي على مشاكلها، وانا كنت نعيش الحياة المزدوجة بلا ما تحس ولا يحس كريم انه نعرف الدنيا. ورجعت صاحبتي، جازو عامين وانا في نفس الحالة، بصح كنت راضية بزواجي، سورتو كي رزقني ربي بزوج دراري. مي الصدمة الكبيرة
جا نهار اللي كريم دار اكسيدو ومات. نهار هذاك طاحت الدنيا عليا، ما عرفتش واش ندير. خلاص قريب هبلت، كل شي جا صدفه. ما عرفتش واذا مكتوب ربي ولا ابتلاء من عنده. وانا ما قدرتش نصبر، وما قدرتش نحضر الجنازه تاع كريم، باسكو كنت على بالي لو كان حضرت تصرى مصيبه كبيره. جا 2 شهور على موت راجلي، حتى خطره كنت قاعده نبدل ولادي وغير غايصه ونبكي على كريم اللي راح وخلاني. هكا شويه تدخل عندي يما وقالت لي: شوفي يا بنتي، على بالي ماشي سهله، بصح لازم تروحي وتخبري جداهم انه كريم كان متزوج بيك وعندك 2 ولاد. انا كنت غير نقولها ليما، مو حال نديرها، راكي تعرفيها كيفاه دايره، واذا على حقهم تاع الدار ولا على الارض ما نسحقش. راني انا نخدم ونصرف على ولادي، ما نسحق حتى واحد يوقف معايا. يما حنقتني وقالت لي: لا لا يا بنتي، انا ما قصدش هكاك، بصح لازم يعرفوا اصلهم وجدودهم، وانا نظن رايحه تفرح كي تشوف ولاد وليدها. بصح يما كانت غالطه في حساباتها. بعدها بمده درت الكوراج وديت ولادي ورحت مع يما عند عجوزتي. دخلت وغير شافتني بدات تعيط وتقول لي: واش راكي ديري هنا، واش جابك؟ قلت لها: ربي صبرك على وليدك، وانا ربي صبرني على راجلي. قالت لي: واش راكي تهضري؟ قلت لها: كريم كان مزوج بيا في السر، وعندي 2 ولاد منه، وراني جبتهم باش تشوفيهم، باسكو كريم كان ديما يقول لي: تمنيتي ما تشوف ولادي وتفرح بيهم. هنا بدات تعيط لربي اللي خلقها وتقول لي: صح طلعتي بنت الحرام وماشي تاع الدار، كيفاه تتزوجي بوليدي في السر؟ المهم هضرت هضره كبيره بزاف، وتقابضت مع يما وصرا مشكل كبير. كانت كي الهايجه وما فيهاش الرحمه في قلبها. ودوك راني في مشاكل كي دومونديت حقي وحق ولادي، والله راني ضايعه. ادعوا لي ربي يقدرني ونربي ولادي احسن تربيه. وديروا في بالكم كريم جامي ننساه، وجامي نخمم باش نعاود حياتي، على خاطر هو الراجل اللي دا قلبي معاه. ربي صبرني وخلاص. خلاص الحكايه تاعنا لنهار اليوم. ما تنسوش تدعمونا بالبارطاج والاشتراك باش تكبر عائلتنا، ونتلاقاو في حكايات قادمه ان شاء الله. تهلاو في رواحتكم، تهلاو في كل واحد عزيز عليكم. سلام.